اقول لكم على اكله سهله ولذيذه جدا هتعملوها في 5 دقايق بس. اول حاجه يا جماعه بجيب صدور الفراخ بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طبعا بعد ما اغسلها كويس بالخل والملح. تمام. بعد كده بنزل عليها بفلفل وطماطم وبصل متقطع مكعبات، وانزل بقى عليها بالبهارات بتاعتي. البهارات كمون وفلفل اسود وشويه ملح وكمان معلقه شطه صغيره عشان تبقى سبايسي كده وجميله. تمام. هنزل بقى عليها بشويه زيت وورقتين من ورق اللورا، واحط عليها يا جماعه ربع كوبايه ميه صغيره كده عشان تاخد وتدي معايا في السوا ما تنشفش منك بسرعه. تمام. هاسيبها بقى على نار، هقلب بقى المكونات ديت الاول كلها مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. هحطها بقى على نار هاديه كده لمده 10 دقايق او ربع ساعه، وبرضه هقلبها من الوقت للتاني. وابتدت هنا يا جماعه تنزل ميتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ولسه عليها كمان 5 دقايق. تمام. جربوا طريقة سهلة جدا وعلى فكرة لذيذة جدا جدا ديت يا جماعة، زي الشاورما كده ويمكن أطعم كمان. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واللي أول مرة يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات كتيرة جدا. باي باي.